برشلونة يتعاقد مع أراوخو جديد. تعاقد نادي برشلونة مع الظهير الأيمن المكسيكي جوليان أراوخو من نادي أنجلس الأمريكي قادما من الدوري الأمريكي بمبلغ 4 ملايين يورو. طبعا الصفقة تمت من شهور وإلى الآن لم يتم إدراج أراوخو في قائمة برشلونة ولم يلعب ولا دقيقة واحدة رسمية. الفيديو تأخر جدا وما كنتش ناوي إن أنا أنزله خالص من الأساس، ولكن وردت أخبار جديدة عن عدم اقتناع تشافي هرنانديز جوليان أراوخو، وتقريبا كما سمعت ان تشافي هرنانديز هو السبب في اختيار جوليان أراوخو كظهير ايمن لبرشلونة. فازاي انت بعد ما اخترت لاعب الان تتبرأ منه وتصبح غير مقتنع بوجوده في برشلونة في ناديك وتحت ادارتك؟ هذا الامر استدعى ان انا اتكلم عن جوليان أراوخو بنفس الكلام القديم اللي انا مسجله من شهور، فحبيت ان انا اعيد نشره من جديد. ونبدأ على بركة الله. جوليان أراوخو مكسيك، يلعب الآن في نادي برشلونة رسميا، ظهير أيمن، يلعب بالقدم اليمنى، طوله 175 سنتي وعمره 21 عام. في الفيديو ده هنحاول ان احنا نقيم صفقة جوليان أراوخو من عدة نواحي، سواء كروية مهارية من الناحية الفردية او من الناحية الفنية التكتيكية او حتى من النواحي الاقتصادية. طبعا مركز الظهير زي أي مركز في الملعب له متطلبات ومواصفات ومعايير يجب توفرها في اللاعب، وبناء على جودة وتميز اللاعب في كل معيار تكون جودة اللاعب. فالسرعة مثلا للظهير هي كالماء والهواء بالنسبة للإنسان، وهي شيء لا يمكن التهاون فيه أو تهميشه. وأيضا المهارة الفردية التي تأتي في المركز الثاني من حيث الأهمية، وغيرها طبعا من المهارات الأساسية والتكميلية. ولكن في جوليان أراوخو أول ما يلفت انتباهك عند رؤيته، بعيدا طبعا عن اسمه المشابه لأراوخو مدافع برشلونة العملاق، هو قوته الجسدية والبدنية واندفاعه البدني وقتاليته في الملعب على كل كرة، ودي بيشبه فيها صديقه الحالي في الفريق أراوخو الأورجواياني طبعا. وربما هذه عادة أي مكسيكي تقريبا، يعني يشترك المكسيكي والأورجواياني في القتالية والروح العالية في الملعب. فبرغم قصر قامته لكن أراوخو يمتلك قوة عضلية جسدية وبدنية هائلة. هذه القوة البدنية والاندفاع البدني ميزة تمكن من الدخول في أي مواجهة بدنية بدون خوف من أي أحد، وهذا أمر مطلوب جدا هذه الأيام مع طغيان وتغلب الجانب البدني والجسدي في كرة القدم الحالية. الملاحظة المهمة الثانية التي لاحظتها هو قوته الدفاعية وتفوقه في المواجهات 1 ضد 1 في أغلب الأحيان، مع ملاحظة مهمة في هذه النقطة، وهي بلوغ أراوخو مرحلة ونقطة من التهور أحيانا في بعض التدخلات والتي تسبب أخطاء وحتى ضربات جزاء أحيانا وبطاقات، وهذه نقطة يجب تطويرها طبعا وتنظيمها عند أراوخو من قبل تشافي أو أي مدرب يتولى الإشراف على أراوخو. وتفوق أراوخو الواضح في الجانب الدفاعي يقابل تراجع في قدراته الهجومية، وربما هذا الأمر تمت ملاحظته من قبل الفريق الفني لبرشلونة بقيادة تشافي، بل وربما تم اختياره بعد دراسة بروفايله الذي يناسب أسلوب تشافي أغلب الأحيان، الذي يكون فيه الظهير الأيمن مجرد مدافع ثالث، ليس مطلوبا منه تأدية أدوار هجومية كبيرة بقدر ما يكون مطلوب منه التأمين الدفاعي لظهر الفريق وظهر الجناح الأيمن، كما يحدث مع كوندي مثلا، وكما هو الحال مع أراوخو في بعض المباريات والمواجهات. سرعة أراوخو مميزة بلا شك، وتخدمه في مواقف دفاعية وهجومية كثيرة، سواء في تقديم المساندة الهجومية أو في حالة التغطية الدفاعية والارتداد من الهجوم للدفاع. وبشكل عام
صفقة أراوخو مميزة فنيا واقتصاديا، وطبعا تميزها الفني جزء من تميزها الاقتصادي الذي لم يكلف النادي إلا 4 ملايين فقط في لاعب عمره 21 عام قابل للتطور والتحسن، وينافس على مركز مهم في التشكيل، والتنافسية في حد ذاتها مكسب فني كبير. ويعتبر أراوخو هو الظهير الأيمن الحقيقي الوحيد في الفريق، وهذا فنيا مكسب، فهو لاعب يعرف أدبيات وأساسيات ومتطلبات المركز وتربى عليه ولم يتأقلم عليه بعد أن كبر مثلا أو بسبب ظروف معينة، كما هو الحال مع أظهرة برشلونة الوهمية الحالية زي كوندي زي أراوخو أو حتى روبرتو. تشافي الذي لم يعجب بسيرجينيو ديست وتركه يرحل عن الفريق، وهو الظهير الوحيد حينها لأنه لا يتطابق مع الأفكار التي يريد تطبيقها تشافي على الظهير المنشود. أعتقد أن جوليان أراوخو بقدر ما جيد ومناسب لتلك الأفكار، ولكن سيحتاج لبيئة وجو مناسب لانسجامه وتأقلمه وإخراج أفضل ما فيه. وملاحظة المهمة طبعا على الأخبار التي قيلت أن تشافي غير مقتنع حاليا بجوليان أراوخو. أنا للأمانة أرى أن أمثال جوليان أراوخو ليسوا من اللاعبين السوبر التوب أصحاب الإمكانيات المميزة المختلفة التي يجب توافرها في لاعبين المستوى العالي في أندية كبرى مثل برشلونة، وإنما أمثال أراوخو لاعبين صف ثاني يمكن أن يعتمد عليهم في المساعدة أو تقديم المساعدة كلاعبين ثانويين وليسوا لاعبين أساسيين مؤثرين يصنعون الفارق. هذه هي الحقيقة التي أراها ووجهة نظري الخاصة، لكن هناك أيضا قاعدة أخرى وقناعة أخرى أن الاجتهاد يصنع المستحيل، وأن العقلية الاحترافية والجد والاجتهاد والصبر أهم من الموهبة نفسها. فإذا اللاعب اجتهد يستطيع أن يصنع المعجزات ويصنع من نفسه نجما كبيرا وهو بإمكانات فنية وفردية متوسطة. هذه هي وجهة نظري في موضوع جوليان أراوخو الذي تأخر كثيرا، وعرضت الآن لأسباب ذكرتها في أول ونهاية الفيديو. وفي الختام هذا كلام تقبله أو ترفضه لكن باحترام، والسلام. لا تنسى مشاركة الفيديو مع الأصدقاء ودعم الفيديو بالإعجاب حتى يصل الفيديو أكبر قدر من الجماهير، وأيضا الاشتراك في القناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.